السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ لو الحلقة طولت فهي هتبقى للمصلحة ليكم في الاخر. النهاردة جاي لكم في حلقة جديدة. قبل اي حاجة عايزك تنزل تفعل وجودك وتدينا تفاعلك ورأيك وشوية لايكاتك وحاجاتك. بص معانا ايه النهاردة؟ الوليمة دي بسم الله ما شاء الله. يعني احنا معانا هنا صخر اللافاروك، وهفرق وهقول لكم ايه الفرق ما بين اللافاروك الحقيقي واللافاروك المش حقيقي. ده اللافاروك بالوانه بانواعه، ده مايكا ستون اهو، صخور تمام، شجرة جوز هند، لافاروك بس بشكل تاني وهقول لك ليه، دريفت وود اصلي، خشب تويتي. دي المواد الخام بتاعتنا. معانا شعر صيد رقم 15 ده شعر صيد رقم 15 وهقول لك ليه الرقم ده دلوقتي. الجفت بتاعنا مقصنا اللذيذ، معلش ده مقص الصغير انا بتاع البيت، ده انا بحبه بتفائل بيه. قطر مش عارف ليه بس احتمال نتعارك. معانا جافا فيرن، جافا فيرن احجام مختلفة بسم الله ما شاء الله، احجام عملاقة واحجام متوسطة. فيها سكر ضافة سكر هنا، ودي بخاخة مية عشان خاطر الحاجة ما الدنيا حر ما تبص مننا. انوبياس، انوبياس كوكوفالا، انوبياس باريتاري، بوس فلاندرا، براون جوست، وارد تروبيكا من انتاجي. على فكرة كل اللي قدامكم ده من انتاجي بسم الله ما شاء الله، كلها حاجات وارد تروبيكا، كلها وارد تروبيكا. بص فلاندرا، بص الورقة دي سبحان الله، شايفين شكلها عاملة ازاي؟ نصها اخضر اهي، نصها اخضر ونصها اخضر غامق ونصها اخضر فاتح، ومطلعة النبتة بتاعتها، وهنا نفس الكلام اهو بسم الله ما شاء الله. بس وكده نبتدي اللايف بتاعنا. انا النهارده جاي اعلمك ازاي تعرف تزرع جافا فيرن، واعلمك ازاي تعرف تزرع انوبياس، واعلمك ازاي تزرع بوس فلاندرا مع شوية الخامات المتاحة اللي تحت ايدينا دي بأقل الاشياء تقضى الحاجات. اول حاجة هنبدأ بيها هي الجافا فيرن دي تمام. دي حجم الجافا فيرن مثلا، ده حجم مثلا، ده حجم تمام. في حاجة اسمها هنا الرايزوم اللي هو الرانر اللي بيمشي عليه، ده الرايزوم تمام اهو الناس شايفة، وبيمشي عليه، ودي جذوره. النبتة دي بتخلف من ظهرها من هنا، وهنلاقي ورق دلوقتي. انا هوريكم الورق انهي بيخلف منين من الظهر، واوريكم شكل الخلفة بتبقى عاملة ازاي. النقط البني والسودا دي ما تخلوش منها. بص هنا في هنا بداية اهو ان هو يعمل ولدة جديدة، لو انتوا شايفين من ورا اهي بداية ولدة جديدة. فبجيب الرايزوم اهو، بجيب الرايزوم واجيب اي صخرة تعجبني. دي لافاروك بالمناسبة، دي لافاروك اصلية تمام، دي لافاروك اصلية. تيجي تخبطها اسمع الصوت، تحس ان انت بتخبط حتتين حديد في بعض. في لافاروك مضروبة موجودة في السوق، لونها زي لون الاسمنت، بتتباع انها لافاروك بس هي مش لافاروك. تيجي تخبطهم في بعض ما تسمعش اللي هو الصوت ده، تسمع صوت كده كأنك حاجة مكتومة قوي، حاجة مطبلة.
بص سامعين الصوت؟ دي على فكرة صعبة جدا تكسيرها، صعب. دي صخور بركانية بتجيبها من عند العطار، مش شرط يعني حد بتاع اسماك زينة. وادي الجذور بتاعة النبتة، طبعا الجذور طويلة فبتتألم. بنشيل مثلا شوية جذور من هنا كده عشان خاطر النبتة اهي جاهزة ان هي تتحط على الصخرة، تتجاب كده تمام. سواء بقى انت خلاص انت خدتها على عدلتها، انت بتاخد النبتة على عدلتها، هي نايمة كده اهو، فانت هتيجي تاخدها برضو على عدلة الصخرة اللي معاك. وهتجيب شعر صيد 15 من عند اي حد بتاع ادوات صيد. البقرة دي بتتباع 7 جنيه و 8 جنيه. هات الشعبي، بلاش تجيب المستورد عشان ما تغرمش جامد. بس في ناس هتقول لك، او انا مش في ناس، هو العموم ان في ناس بتتبع موضوع ان انت تحط امير او جلو وتلزق هنا. بصراحة الموضوع ده مع الجافا فيرن ومع نباتات كتير مش مجدي. الجلو بيفك والنبتة بتتعب وتبوظ والموضوع ما بيبقاش تمام. فانا احسن حاجة جربتها بعيد عن الخيط، وبلاش موضوع الخيط بتاع الخياطة عشان بيشرب مية بيهرول وبالنبتة بتفك منه وبعد كده تلاقي الدنيا باظت منك. هو شعر الصيد هتجيبه اهو، هتمسك اول الخيط وتلفه كده اهو، كده اهو، وتلف بيه ما بين الورق كده اهو. وبالراحة أوي وأنت شغال عشان ما تقطعش ورقة. يعني هتنزل تاخد الرايزون بالراحة كده اهو. بس خدته لفتين، هتقوم جاي عامل عقدة اهو، تقوم جاي عامل عقدة وعامل عقدة كمان كده. النبتة بتاعتك بقت حديد اهي. خلاص خلصت، هتقوم جايب المقص بتاعك، جاي قصد الشعر ده وخلاص. بقت النبتة اهي، خدتها انت بقى على عدلتها. عايز تاخدها تنيمها، عايز تاخدها توقفها، عايز تاخدها تعملها ايه، عايز تعمل اي حاجة اهي. ادي النبتة بقت عاملة كده اهو اهي، بقت النبتة عاملة كده. دي جافا فيرن. عايز بقى تاخدها تحطها في وسط الصخور، تحط جنبها خشب بالمنظر ده اهو، تعمل بقى حاجات جنب بعض وعندك بقى الصخور وكده. طيب دي فكرة من الافكار لو انت هتاخدها تحطها على الايه، على الارض، او تاخدها تعمل بيها سكيب. تمام. طيب دي حاجة. تعالى مثلا لدي، بص دي انا جايب فيها سكوتش اسمه ايه ده، السكتش اللي هو اللي بيتلزق على الازاز، عشان انا بحب الزق عليه الانوبيوس ساعات، او الجافا فيرن او ايا كان، بحب الزق عليه هنا. وفي واحده تانية اهي كنت عامل برضو عليها سكتش اللي هي الحاجات اللي بتلزق على الازاز دي. تمام. تاخدهم تربط عليها الحاجه اهي. بص دي كانت هنا في مكانها انوبيوس، تاخدها وتربط عليها الانوبيوسايه وتنزل بيها في الميه بتاعتك زي كده. احنا قلنا هنعمل ايه؟ يلا واحده واحده فكروني كده واحنا شغالين. قلنا هنشتغل نجيب ايه اول حاجه؟ الرايزوم، ونسيب الجدر. الجدر ده طويل، هنخش على الجدر نقلمه. هنجيب الرايزوم على ايه؟ على عدلته اهو. تمام. هنجيب الرايزوم على عدلته، ونجيب الصخرة بتاعتنا على عدلتها. الصخرة اهي كده اهو، وهنجيب الجافا فيرن الانوبيوس بتاعتنا نحطها على راحة الرايزوم بتاعك، وتريح الجذور بتاعتك، لان الجذور دي بعد كده هي اللي هتمسك في اللافاروك اهي. وهنجيب ايوه
سامعك اللي بتقول هنجيب الشعر. هنجيب الشعر بتاعنا ونخش كده اهو في قلب الرايزون. وخلي بالك عشان الورقة اللي هتتقطع منك هتزعلك. الورقة هنا بفلوس. نجيبها ونحطها هنا اهي زي ما انتوا شايفين اهي. هنحطها كده. طيب احنا ليه اصلا بنربط على الصخور والاخشاب مع النباتات دي الوحيده اللي بتتربط على صخور واخشاب؟ لان هي طبيعتها ربنا خلقها ان الجذور بتاعتها ما تدفنش في الارض، ولكن هي اللي تروح تدفن الجدر بتاعها في الارض، هي اللي تروح تدفن جدرها. يعني زي ما انتوا شايفين، بص فرق لون الجدر عن اللي فوق. ده كان مدفون في الميه في التربه قبل ما يتقص، وده اللي فوق. شايفين اللون شكله عامل ازاي؟ في فرق. فسبحان الله هو ربنا خلق النبته دي كده اهو ان هي اللي تروح تدفن جدرها، مش انت اللي تدفن جدرها. على عكس البوسفلاندرا، وده هنتكلم في الاخر، وده انا سايبها الموضوع عشان ده موضوع جامد يعني ليه تفاصيل كتيره. تمام. هنيجي عند حته الانوبياس دي. يلا عشان انتوا بقى اللي هتقولوا ها. بقى المنظر كده. تمام. جميل جميل. عندك مثلا خشبة طويلة زي دي. تمام. خشبة طويلة زي دي. تعال هنجيب بقى عليها مثلا ايه اللي هي النباتات الصغيرة اللي هي زي دي. دي طرف ورقة اهي. دي طرف الورقة. بص بقت عاملة ازاي. دي طرف ورقة خالص. فوكس. دي طرف الورقة طالع منها النبتة من فوق اهي، وجدرها بتبتدي تعمل اللون البني ده، وتبتدي تعمل بقى ايه بداية الدربية هنا، وتعمل الرايزون بتاعها وتبتدي تشتغل. فين نبتة زي دي فيها السكتش، هتروح تلزقه على الازاز، خلاص بقت نبتة ملزوعة على الازاز. دي هتريح عليها اللي انت عايزه، وتروح تلزقها على الازاز وتعمل بقى طبقات وتعمل شغل افاتار. دي بداية فكرة الافاتار. دي بداية فكرة الافاتار. دي بداية افكار الافاتار ان انت تعمله بالكلام ده. يعني دي حاجة من ضمن حاجات كتير ان انت عشان تعمل افاتار في الحوض عندك. طبعا ده راجع بقى لذوقك الفني، ان انت لازم تروح تجيب الصخر بتاعك او الصخور بتاعتك على اشكال معينة وتبتدي تشتغل عليها. طيب البوسفلاندرا في ناس بتحب تجيبها تزرعها تربطها زي ما ربطنا الانوبياس، وتعملها كده وتربطها زي ما عملنا وكل حاجة، وتقوم جايباها وحطاها. بالمناسبة هقول لك على سر
وهقول لكم كلكم على سر اول مره اقوله. لما تيجي تجيب انوبياس او جافا فيرن او بوسيفلاندرا، لما تربطها على صخره ارميها على الارض وهي تمد جذورها، هتاخد غذاها كويس قوي من التربه اكتر من ان انت تعلقها او تعمل بيها ديكوريشن او تبعد الجدر شويه عن الارضيه. خلي بالك من النقطه دي كويسه قوي. هي هتمد جذورها زي ما انتم شايفين وتعمل الجدر بتاعها اللذيذ وتنزل تنام في الارض. انا نظريتي في البوسيفلاندرا بحب اخدها ازرعها زي ما هي، اخدها بجدرها بسابقه وازرعها زي اي نبته في الارض. دي نظريتي. استنى عشان الزرع بقى ايه، الجو حر. يلا اشوفكم على خير، ولو لكم اي استفسار سيبوه في الكومنتات، واللي عايز اي حاجه الويب سايت بتاعنا موجود. اهلا ومرحبا بكم في عالم شاهين فارم، نورتوني وشرفتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.